فينيسيوس يتألق في باريس مع اقتراب حفل الكرة الذهبية. يستعد فينيسيوس للتتويج كأفضل لاعب في العالم خلال موسم 2023-24 في حفل الكرة الذهبية المقرر في 28 من أكتوبر في مسرح الشاتيلي بباريس. نجح المهاجم البرازيلي في كسب احترام العالم بعد تقديمه أداء متميزا مع ريال مدريد، حيث لعب دورا رئيسيا في تحقيق الألقاب بما في ذلك مساهمته المباشرة ب11 هدفا في دوري أبطال أوروبا. يعلم فينيسيوس أنه سيكون الفائز في حفل الكرة الذهبية المقرر في 28 من أكتوبر. لم تكن رحلته سهلة للوصول إلى قمة كرة القدم، حيث يشعر الآن بأنه في مركز الكون الكروي محاطا بالنجوم، ويثبت تألقه في الأرقام والجوائز، بما في ذلك حصوله على لقب أفضل لاعب في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. إنه بالفعل أحد أعظم اللاعبين في العالم، كما يشارك في حملة دعائية مهمة بما في ذلك تلك التي تتعلق بمكافحة العنصرية والإنسانية والخيرية. يتسم ريال مدريد ومدربه وزملائه بثقة في قدرة فينيسيوس على الفوز بالمباريات. جميعهم يقدرونه ويدعمونه حتى عندما يعرض نفسه لضغوط نفسية. في هذه المنافسة على الجوائز أظهر فينيسيوس قدرة على التكيف والنمو، متجاوزا الانتقادات، وأصبح لاعبا محترما يخشاه الخصوم. من كان يتعرض للسخرية أصبح الآن رمزا للإبداع والتميز في الملعب. كما ستعيد علامة نايكي افتتاح متجرها في مدريد بعد يومين من تسليم الكرة الذهبية، مع تكريم لفينيسيوس بحذاء خاص بالكرة الذهبية، وسيتم الاحتفاء به باللون الذهبي وصورته كأبرز العناصر. المباراة الأولى بعد حفل الكرة الذهبية ستكون ضد فرنسا في المستايا. وتأكيدا لخبر تتويج فينيسيوس بالكرة الذهبية، قام الصحفي فابريزيو رومانو بإعادة نشره في فينيسيوس بالكرة الذهبية سيصبح كارلو أنشيلوتي المدرب الوحيد في التاريخ الذي قاد 5 فائزين بجائزة الكرة الذهبية في مواسم مختلفة: أندري شيفشينكو في 2004 مع ميلان، وريكاردو كاكا في عام 2007، كريستيانو رونالدو في 2014 مع ريال مدريد، وكريم بنزيما في 2022، وفينيسيوس المتوقع أن يتوج بها في 2024. في ردود الأفعال التي جاءت في راديو ماركا بعد خبر تتويج فينيسيوس بالكرة الذهبية، ميغيل غوينتانا يقول: بدا لي أن فينيسيوس كان اللاعب الأكثر تأثيرا في المباريات الأكثر أهمية. رأيت فينيسيوس في العام الماضي كأفضل لاعب في العالم، ودافع عن قيمة رودري وكارفاخال الذي قدم موسما رائعا أيضا، لكن بصراحة كان فينيسيوس هو الأكثر تأثيرا. في 2021 لم يكن أحد يتوقع أن يفوز فينيسيوس بالبالون دور بهذه السرعة. لقد تقدم كثيرا عن الجميع سواء المتشائمين أو المتفائلين. بينما فيليبي ديل كامبو يقول: لقد كانت هناك قسوة كبيرة تجاه فينيسيوس، وكان عرضة للسخرية والآن يستحق البالون دور. بينما يبدي رأيه ريكاردو ريس: لقد كان لدى فينيسيوس سلوكيات تتحدث ضده، لم يكن مثاليا جدا. إذا فاز بالبالون دور سيبدو الأمر غير عادل للبعض، وإذا فاز رودري سيكون الأمر عادلا أيضا. في النهاية يعبر عن قناعته بأن الجائزة قد لا تمنح مجددا، وهو ما يفهم كنوع من التشكيك في نظام الجائزة. بالمقابل يقول ريكاردو ريسيتي: ما له قيمة أكبر بالنسبة لي هو كيف تغير فينيسيوس. لم يتغير في فترة قصيرة بل تطور بشكل مذهل. لقد حقق فينيسيوس ما يكفي ليحصل عليها. إذا فاز فلن يكون الأمر غير عاجل بالمرة ويستحقها عن جدارة. كما يضيف الصحفي ناتشو لاباركا: الآن الجميع يتذكر تلك العبارة من إيريك غارسيا في مارس 2022 عندما قال لفينيسيوس في الكلاسيكو: هل أنت في العام المقبل هو البالون دور؟ والآن فينيسيوس هو بالفعل هو البالون دور. كان غارسيا مخطئا، ومع كل ما عناه فينيسيوس ليس فقط بسبب العنصرية ولكن أيضا بسبب السخرية، هو يستحق هذا البالون دور. النجم البرازيلي نيمار عبر عن دعمه لمواطنه فينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام. في 28 من أكتوبر المقبل ستقوم مجلة فرانس فوتبول بتسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وكل المؤشرات تشير إلى أن فينيسيوس سيكون خلفا لميسي ويرفع الجائزة. هناك العديد من ردود الأفعال حول هذا الموضوع، ومؤخرا انضم نيمار لدعم مواطنه لتحقيق أحلامه. نيمار أبدى ثقته بأن الجناح البرازيلي سيفوز بالجائزة، كما صرح في مقابلة مع قناة البرازيل قائلا: بالطبع سأدعمه للفوز بالكرة الذهبية هذا العام. بالنسبة لي لا يوجد مرشح أفضل منه للفوز. وأضاف نيمار مفسرا الأسباب التي يعتقد أنها تجعل فينيسيوس يستحق الجائزة بعد كل ما مر به في السنوات الأخيرة، وأوضح قائلا: إنه شخص يستحق الجائزة لأنه مقاتل. لقد عانى كثيرا طوال حياته ولكنه تجاوز كل التوقعات والانتقادات. أغرب رأي قد تشاهده في كرة القدم اليوم هو رأي أغويرو،
والذي صرح قبل 3 أشهر أن رودري يستحق الفوز بالجائزة. اليوم يقول عكس ذلك تماما ويؤيد تتويج فينيسيوس بالجائزة. أغويرو الذي فاجأ الجميع بدعمه نجم ريال مدريد صرح قائلا: هذا الموسم كان فينيسيوس أفضل من مبابي، إنه لاعب يشكل خطرا، فعندما تكون الكرة بحوزة فينيسيوس تشعر بالخطر. كما أعرب أغويرو عن تفضيله لفوز النجم البرازيلي بالجائزة على حساب اللاعبين الآخرين الموجودين في السباق، وأضاف قائلا: أفضل أن يفوز فينيسيوس بالكرة الذهبية هذا الموسم، لقد كان متفوقا بشكل كبير. ختاما شكرا لكم مدريديستا على حسن المتابعة والاستماع.